السلام عليكم. النادي الاهلي النهارده بيقول بقى للجميع، بيقول ايام ما كنا بنتريق عليه الاول وهو في المركز ال 16 والمركز ال 15 بيرد علينا النهارده برد غير طبيعي. النهارده النادي الاهلي بيفوز على نادي الاتحاد، اللي النادي اساسا نادي الاتحاد ده كان عارض 50,000 لكل لاعب لو فازوا على الاهلي. النهارده الاهلي بيرد على الجميع بيقول انا لا هخاف من نادي انت عارف يعني ايه لعيبه؟ انا يعني انت كمشاهد حد قال لك انا هديك مبلغ وقدره 50,000 بس اعمل لي المهمه دي، وبالنسبه لك انت المهمه سهله، وتتفاجأ صاعق نزل عليك. النهارده النادي الاهلي بينزل بصاعق على نادي الاتحاد، بيقول للنادي الاتحاد ما تعملش كده تاني. مش انا اللي يتراهن عليا، مش انا اللي يتراهن عليا ب 50,000 ولا 100,000. انا عندي لعيبه تاكل الزلط. النهارده الاهلي بيكسب الاتحاد 2-1 في مباراه لا اكتر من رائعه. والاغرب من كده والاعجب ان الاهلي كان في المركز ال 15 من 30 يوم، النهارده النادي الاهلي بقى في المركز الاول بعد ما كملناش كمان ال 30 يوم. النهارده الاهلي مسك الدوري المصري مش هينزل منه. الاهلي بقى في المركز الاول برصيد 20 نقطه، المصري الزمالك انبي كل ده ب 18. يعني يا اهلي انت لو قلنا مثلا ان سيراميكا كليوباترا تحت منك في المركز الثاني، سيراميكا كليوباترا فاز ماتش جابك، لا ما هو الاهلي مش هيستنى سيراميكا كليوباترا. طب الزمالك لو فاز ماتش ما هو هيحاول يجيب الاهلي، طب المصري لو فاز ماتش ما هو هيحاول يجيب الاهلي. كل الكلام ده حلو في حاله واحده بس، لو الاهلي بتاع ال 30 يوم لسه موجود. النهارده الاهلي مش الاهلي بتاع زمان. الاهلي النهارده كسر الحاجز بتاع الخوف وحاجز المشاكل وحاجز غرفه اللبس. فالنهارده الاهلي لما يتصدر المركز الاول بالشكل ده بعد ما كان في المركز ال 15 وكنا بنقول ده الاهلي هيطلع ينزل درجه ثانيه مش عارف ايه واصل الدنيا بايظه عنده. رد الاهلي النهارده يعني مش طبيعي. لا مش طبيعي مش طبيعي. النادي ده فعلا في حاجه مش طبيعيه، انه يتحرك من مركز ال 15 وال 16 تدريجي لحد ما يوصل المركز الاول، وينزل نادي الزمالك اللي كان متصدر ومش عارف والزمالك مش قادر ينزل اساسا، ينزل كل ده وياخد مكانهم، يفوز كل المباريات من ساعه ما كان في المركز ال 15 لحد ما وصل المركز الاول. يبقى النادي الاهلي يترفع له كده القبعه. بصراحه ماتش اكتر من رائع، اللعيبه لعبت، الاهلي عمل اللي عليه، جاب هدفين، خلاص يا باشا طلعنا المركز الاول مش عاوز حاجه. هل بقى تفتكر ان الاهلي هينزل تاني مركز ثاني وثالث؟ انا بسالك سؤال وترد عليا في التعليقات.